شمل الاسباب اللي يخلوا السياره تاعك تحمى. اول حاجه يكون عندك نقص في سائل التبريد، باسكو هو اللي يمتص الحراره من المحرك يفوتها للرادياتور باش يقيسها في الهواء. وهاد لافويت قادره تكون من هاد القرعه اللي يجي فيها المينيموم والماكسيموم، ولا تكون عندك فويت في لودوريت، ولا الرادياتور تكون متقوب. والحاجه الزوجه هي الرادياتور تكون بوشيه، ما يخليش الهواء يبرد سائل التبريد كي يكون خارج من الموتور، دونك يقعد يدور في السيركوي حامي، دونك التمبيراتور تطلع. والحاجه الثالثه هي الفونتيلاتور تاع الرادياتور، اونك السياره تاعك ما تكونش تتمشى وما يدخلهاش هواء باش يبرد سائل التبريد، هي تخدم خدمتك تكون حابسه السياره في سيركيلاسيون، تما كي يكون فيها بروبليم وما تقلعش سائل التبريد اللي غادي يخرج من الموتور يقعد يدور في السيركوي حامي. والحاجه الرابعه هي الترموستات، هي اللي تركلي سائل التبريد من الموتور للرادياتور. كي يكون بارد الموتور تبلع وتخلي سائل التبريد يدور في السيركوي تاع الموتور، وكي يحمى تعاود تحلها باش تروح تبرد سائل التبريد في الرادياتور. دونك كي يكون عندك فيها بروبليم وتقعد مبلعه ما تحلش، غادي سائل التبريد يقعد حامي في الموتور والتمبيراتور تطلع. والحاجه الخامسه والمهمه هي البومباو، باسكو هي اللي تمشي سائل التبريد من القرعه للموتور. دونك كي يكون فيها بروبليم غادي السيركيلاسيون تاع سائل التبريد تكون ثقيله، غادي التمبيراتور تطلع. وكاين سيارات يجي فيهم هادي ريفروديسور دويل، هذا يبرد الزيت تاع المحرك. كي صرا فيه بروبليم غادي تخلط لك زيت المحرك مع سائل التبريد، تما في السيركوي تاع سائل التبريد غادي يولي عندك الزيت، تما اوتوماتيكمون التمبيراتور غادي تطلع. وهذا البوشون تاع الرادياتور عنده دور مهم في الديجاجمون تاع لا بريسيون في السيركوي ال دي ار، وهو اللي ما يخليش ليفابوراسيون ولا تبخر تاع سائل التبريد كي يكون يدور ويكون حامي، باسكو التمبيراتور تاعها قادر تلحق 100 درجه، دونك هو ما يخليش يتبخر في الهواء. وهاد لي بياس بريس كاع اللي هضرنا عليهم دي كونسوماب، سما عندهم كيلومتراج اللي يتبدلوا فيه، باسكو كي تخفل عليهم وما تبدلهمش قادر يديروا لك دي بروبليم كبار وغادي تخسر موتور وتولي كيما مول الانف، عين تسوق وعين على الليغو. ولا كاليتي تاع سائل التبريد عندها دور مهم في تبريد المحرك.